السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية ومعكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، والمستهل بأبرز العناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. السدود والحفائر تخزن مياه كافية في الإقليم الأوسط. مديرية مصوعة تسجل تطورا ملموسا في كفاءة ونتائج الطلاب. أندونيسيا وأستراليا تجددان اتفاقيات الدفاع بينهما وتوقعان اتفاقيات أمنية جديدة. ضغط أمريكي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية. بعد فرار 6 منهم، عقوبات إسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين. أهلا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم 9 من سبتمبر في أقاليم الجنوب والغاشباركا والأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا، وقد ظهرت إصابة واحدة في أديبرا إقليم الغاشباركا، وإصابة واحدة في دكم حرب بالإقليم الجنوبي، وإصابة واحدة في أسمرة بالإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 3 مواطنين كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6654، شفي منهم 6608، وتوفي 40 مريض كورونا، فيما لا يزال 6 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 9 من سبتمبر لعام 2021. أفادت المعلومات الواردة من قسم التنمية المعمارية بالإقليم الأوسط بأن سدود الحفائر المنتشرة في الإقليم خزنت مياه كافية بفضل أمطار الخريف هذا العام. وأوضح مسؤول فرع البنى التحتية الزراعية في القسم المهندس أبراهام دانييل بأن 84 سدا و42 حفيرا و91 من الحواجز المائية المنتشرة في الإقليم امتلأ بعضها، والبعض الآخر خزن مياه كافية، مما سيساهم ذلك في توفير مياه الشرب والسقي وكذلك التنمية المروية. وأشار المهندس أبراهام إلى أن السدود الصغيرة المشيدة بكلفة بلغت أكثر من 10 ملايين نغفة في عامي 2009-2020 بمناطق غوريتات وعد قبرو وصولوت وعد قشي، والتي تسع لما بين 20 إلى 70 ألف متر مكعب من المياه، خزنت مياه كافية هذا العام، وبدأ المواطنون في الاستفادة منها. كما أوضح إلى تشييد 4 حواجز مائية كبيرة بمنطقة درفو في عام 2019 و69 حوض في مديرية سرجغة، وقد بدأت هذه الحواجز المائية في تقديم الخدمات، مبينا اكتمال 98% من أعمال السد المشيدة في منطقة قلعي، والذي يسع لأكثر من 75 ألف متر مكعب من المياه لتأمين خدمات مياه الشرب الصالحة. من جهته قال خبير حماية التربة والمياه والتنمية المروية في مديرية سرجغة الشاب موسيا جيلاي بأن خزانات المياه المنتشرة في المديرية تساهم في تنمية الخضروات والعلف عن طريق التنمية المروية وتربية الأبقار وتوفير متطلبات المواطنين، بالإضافة إلى دورها الكبير في تأمين مياه الشرب والسقي. من جانبهم أوضح مزارع منطقة غوريتات ومديرية سرجغة بأن الخزانات التي شيدتها الحكومة أدت إلى توفير مياه الشرب والسقي وساعدتهم في الدفع بالزراعة المروية بصورة جيدة. وأشار قسم مياه الشرب الصالحة في الإقليم الأوسط إلى أن سد ماي نفح وتوكر اللذان يقدمان خدمات مياه الشرب الصالحة للعاصمة أسمرة خزانا مياه كافية. وسوف يعلن القسم بعد انتهاء موسم الأمطار الأساليب المثلى التي يجب أن يتبعها المواطنين لترشيد استخدام المياه. أعلن مكتب التعليم في مديرية مصوع بأن المديرية سجلت في العام الدراسي 2020-2021 تطورا ملموسا في كفاءة ونتائج الطلاب، خاصة الطالبات في كافة المراحل، وذلك في الاجتماع التقييمي المنعقد 8 من سبتمبر. وفي التقرير الذي قدمه مسؤول المكتب الأستاذ إسماعيل صالح، أوضح فيه تنفيذ جيد لعملية استئناف التعليم الأكاديمي بفضل الإدارة المنسقة واتخاذ الحذر لكافة الجهات،
والنتائج المحققة نتاج ذلك التنسيق العالي. وذكر الأستاذ إسماعيل نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية التي بلغت 90.4%، وفي المتوسطة 78.4%، وفي الثانوية 82.5%. ومقارنة بالعام الماضي ارتفعت النسبة في الابتدائية ب 0.7%، وفي المتوسطة 7.2%، وفي الثانوية ب 8.8%. كما أشار التقرير إلى أن 29 طالبا أحرزوا نقاط عالية في امتحان الشهادة الثانوية المتوسطة لهذا العام أهلتهم للالتحاق بمستوى البكالوريوس، و28 بمستوى الدبلوم، و38 بمستوى الشهادة. ويشير ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي بنسبة 12.4%. وقدم المشاركون آراء وتوصيات بعد أن نجروا مباحثات بناءة حول التقرير المقدم، من ضمنها القيام بصيانة وبناء أسوار المدارس، وإكمال البنى التحتية للمدارس، والتعرف على الأسباب المؤدية لمقاطعة الطلاب مائدة التعليم، وإيجاد حلول عاجلة لها وغيرها من الآراء والتوصيات. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها مدير مديرية مصوع السيد هيلا أسفاه قال فيها إن النتائج المحققة مشجعة، إلا أنه يجب العمل بجدية لمزيد من الفعالية، مؤكدا مساهمة إدارته لإنجاح الجهود الجارية لحل القصور والتحديات التي تعرقل العملية التعليمية حسب أهميتها وأولوياتها. وتوضح مستندات المكتب وجود 28 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تقدم الخدمات التعليمية ل 7800 طالب وطالبة. دعا الاجتماع المنعقد في منطقة ماقرك المواطنين لتعزيز تأطيرهم بهدف مضاعفة البرامج التنموية الموضوعة للتنفيذ. وقدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد برهان السقاي في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء 13 ضاحية ومسؤولو المجموعات والمواطنين وأعضاء الوزارات تقريرا مفصلا أوضح فيه سبل تنفيذ أنشطة حماية التربة وحفظ المياه، وكذلك صيانة الطرق الترابية في النصف الأول من هذا العام بمشاركة 41,330 مواطنا. كما تم تبرعات المواطنين والموظفون بمناسبتي 20 من يونيو و8 من مارس ب202 ألف نقفة وزعت ل 324 أسرة الشهيد. من جهته ناشد مدير المديرية السيد أبراهيم حقوس بضرورة الدفع بالخطوات التي يتخذها المواطنين في شكل مجموعات لحل أوجه القصور، مؤكدا جاهزية إدارته للتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن. بدورهم قدم المشاركون آراء وتوصيات من ضمنها خلق أجواء تساهم في جمع الضريبة الحكومية سنويا، والتعجيل بتوزيع أراضي الملكية، والقيام بمتابعة التجار الذين يقومون بزيادة الأسعار بصورة غير معقولة ومعاقبتهم. دعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد دين الشباب الحاصلين على الدورات التدريبية والتأهيلية لتفعيلها جيدا على أرض الواقع وثقلها بالعمل الجاد. جاء ذلك في مراسم التخريج التي جرت في 8 من سبتمبر ل 2163 شابا، بينهم 1330 شاب حصلوا على دورات مهنية تراوحت فترة إقامتها ما بين شهر وحتى 3 أشهر عن طريق مكتب الاتحاد في الإقليم الأوسط. وقال مسؤول الشباب في الإقليم السيد سامسون كفلي أن الدورات المهنية المقدمة عبر مراحل جاءت جزءا لا يتجزأ من البرامج المنتظمة لتسليح الشباب بالمعرفة العملية والمهنية. وقد قام الاتحاد في الإقليم مسبقا بتأهيل 470 شابا، بينهم 345 شابا في 16 مديرية تمثلت في صيانة المضخات المائية وتقنية الحاسوب والتصوير وتصفيف الشعر، وقد جهز لهم قروضا مالية تساهم في بدء العمل. نفذ سكان منطقة أمتا في مديرية بارونتو إقليم القاشبركة أنشطة إصحاح بيئي أهلي للحد من الأمراض الناجمة عن قلة النظافة بإشراف المهنيين الصحيين. وأوضح مسؤول عيادة بارونتو الممرض تمزقن برهاني أن الأطباء الميدانيين الذين وظفوا في 15 ضاحية في المديرية يقومون إلى جانب تقديم الخدمات الصحية بتوعيات صحية مكثفة حول النظافة
والإصحاح البيئي الأهلي، مما ساعد ذلك في رفع مستوى الاستفادة من المراحيض إلى 90%. من جهته قال مسؤول وحدة الإصحاح البيئي في الإقليم السيد عبد يعقوب إن برامج الإصحاح البيئي الأهلي تعتبر من أنجع طرق مكافحة الأمراض المعدية، ورغم ارتفاع تنفيذ البرنامج إلا أن بعض المناطق ظلت تظهر تراخي وتهمل البرنامج، داعيا الإدارات للقيام بمتابعة جادة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قال وزراء في الحكومة الأندونيسية أن إندونيسيا وأستراليا جددتا اتفاق دفاع مشترك، واتفقتا على تعزيز علاقات التدريب كجزء من سلسلة من الاتفاقيات خلال اجتماع وزاري عقد. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية بعد اجتماع مع نظيرتها الأسترالية أنه تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مكافحة الإرهاب والدفاع والأمن السيبراني. بدوره قال وزير الدفاع الأندونيسي أن علاقات التدريب الدفاعي المشترك سيتم تعزيزها. وقال الوزراء الأربعة أن المجالات الأخرى التي تمت مناقشتها تشمل السلام والأمن في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، والتطورات السياسية في أفغانستان وكذلك في ميانمار، حيث أعرب البلدان عن دعمهم لجهود السلام التي يبذلها مبعوث إقليمي لجنوب شرق آسيا. كثفت الولايات المتحدة وألمانيا ضغوطها على إيران للعودة قريبا إلى المحادثات بشأن برنامجها النووي، حيث قالت وزارة الخارجية الألمانية أن التأخير لمدة شهرين أو 3 أشهر المشار إليه من قبل طهران طويل للغاية. وعقدت الأطراف المتوقية من اتفاق 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لاحتواء البرنامج النووي الإيراني عدة جولات من المحادثات في فيينا في وقت سابق من العام الجاري حول كيفية إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وكيف يمكن لإيران العودة إلى الامتثال لشروطه، بيد أن الجولة الأخيرة انتهت في يونيو ولم يتم تحديد موعد لاستئنافها. وفي الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الألماني الجديد وفي الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد الحياني أن الطرف الآخر يدرك أن الأمر يستغرق من 2 إلى 3 أشهر حتى تقوم الإدارة الجديدة بالتخطيط والقيام بأي نوع من القرارات. وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هذا ليس جيدا بما يكفي. فور الإعلان عن فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي الاثنين الماضي، بدأت السلطات الإسرائيلية سلسلة عقوبات جماعية في السجون وبحق عائلات بعض الأسرى وفق مصادر فلسطينية. وطالت العقوبات إنجازات هي في الأصل حقوق للأسرى حصلوا عليها بعد معارك وإضرابات عن الطعام. وانتقلت العقوبات إلى خارج السجن لتشمل عائلات بعض الأسرى الفارين باعتقال زويهم ولليوم الثالث. وتواصل السلطات الإسرائيلية حملات البحث والتفتيش عن الأسرى، ونشرت قواتها في القرى القريبة من السجن الذي فروا منه. وهذا تذكير بأهم العناوين. إعلان من وزارة الصحة. السدود الحفائر تخزن مياه كافية في الإقليم الأوسط. مديرية مصوع تسجل تطورا ملموسا في كفاءة ونتائج الطلاب. إندونيسيا واستراليا تجددان اتفاقية الدفاع بينهما وتوقعان اتفاقيات أمنية جديدة. ضغط أمريكي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية. بعد فرار 6 منهم عقوبات إسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين. انتهت النشرة وإلى اللقاء.